سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: وفاة سيدة جراء عملية إجهاض تقليدية تجر 4 أشخاص للاعتقال. قبل ما ندوزو للتفاصيل، ما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا. أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان على النيابة العامة المختصة 4 أشخاص، وهم سيدتان وطبيب يملك عيادة خاصة وشخص رابع، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإخضاع سيدة للإجهاض المفضي إلى وفاتها. وكانت مصالح الأمن قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة سيدة مباشرة بعد وصولها في حالة صحية حرجة يوم السبت المنصرم إلى المستشفى بمدينة إنزكان، حيث أظهرت التحريات والأبحاث الأولية المنجزة إخضاعها لعملية إجهاض غير قانونية خارج المستشفى قبل أن يتم نقلها من هذه المؤسسة الاستشفائية بعد تدهور حالتها الصحية. وقد أظهرت الأبحاث تورط المشتبه فيها الرئيسية في عملية الإجهاض بطريقة تقليدية للضحية داخل أحد المنازل بمدينة إنزكان، وذلك بإيعاز من أحد الموقوفين وبواسطة من الموقوفة الثالثة، قبل أن يتم استكمال هذه العملية داخل عيادة طبية يملكها الطبيب الموقوف، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوفيت بعد تنقلها إلى المستشفى المحلي.